تمام خلصان شغال. تيست 1 2 زي الفل. طيب هو المفروض ان انا كنت انقل البتاع ده الاول وبعد كده نتكلم، بس ما علينا. انتوا مش اغرب لحظه ما انقله. اخد بق شاي بلبن جميل وبعد كده نبتدي. حلو الشكل ده ولا ايه؟ نثبت عليه ولا نعدله؟ الحمد لله وصل اخيرا بعد 3 دقايق من لا شيء. السلام واهلا بيك. النهارده هتكلم عن ليه في تفاوت اسعار كبير قوي بين المصممين في الموشن جرافيك. يعني ليه في دقيقه على موقع زي خمسات ممكن تلاقيها ب25 وب30 $، وفي دقيقه ممكن تلاقيها بتوصل لل$1000. وكعميل لازم تركز معايا وتعرف الفرق بين السعر ده والسعر ده. ركز معايا. وليه انت كنفس الشخص كنفس العميل ممكن تجيلي تسألني على سعر فيديو معين اقول لك مثلا $100، وفي نفس الوقت او بعدها بيوم او يومين تيجي تسألني على فيديو تاني اقول لك لا ده مثلا ب500 ب600. انا عبد الله غريب، جرافيك ديزاينر ومصمم فيديوهات موشن جرافيك. والنهارده هتكلم عن ليه في تفاوت كبير في الاسعار بين مصممين الجرافيك في مصر. خليك معايا وان شاء الله هتعرف كل حاجه في الفيديو ده. لو اول مره تشوفني، انا لسه بادئ محتوى جديد وبحاول اطور يعني من محتوى وكده. اتشرف جدا طبعا لو انت تابعتني وعملت سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده. كمان هتلاقي لينك واحد تحت في الوصف هيوديك على كل السوشيال ميديا بتاعتي. هتلاقي بقى فيسبوك بيج والبروفايل بتاعي ورقم تليفوني الشخصي والبيهانس والبايبال وهيصه. هتلاقي كل اللينكات اللي ليها علاقه بيا. شكرا لدعمك مقدما ويلا بينا نبدا. طيب احنا من ايام الكورونا طبعا ولما كل الناس قعدت في بيتها ابتدينا طبعا نلاحظ ان السوشيال ميديا بقت مهمه قوي لكل الناس وكل انواع البيزنس، مهما كان البيزنس بتاعك صغير او متوسط او كبير. ان شاء الله حتى لو كنت بتبيع شاي بلبن زي ده. عشان كده في ناس كتير جدا عرفت اهميه التسويق عن طريق الفيديوهات بتاعه الموشن، خصوصا ان فيديوهات الموشن دي بسيطه، بتحاول توصل لك الفكره في اسرع وقت وبابسط الرسومات بشكل بسيط ومميز. فناس كتير ابتدت واتعلمت فعلا ان بقى في طلب كبير على حاجه زي كده. من هنا جت المشكله، اتخلق فعلا منافسه ما بين المصممين، واتخلق منافسه اكبر بان في ناس كتير قللت قوي من السعر عشان تشتغل، عشان بقى عددنا كبير ومش كل الناس بقت لاقيه شغل. فابتدى يبقى في ناس اسعارها قليله جدا جدا وناس اسعارها كبيره وعاليه جدا. مثلا على سبيل المثال لو بحثت في جوجل عن سعر دقيقة الموشن جرافيك في مصر مثلا، انا حاليا ببحث بالعربي في مصر عن سعر دقيقة الموشن جرافيك، هتلاقي اول حاجه طلعت لك خدمه تقريبا من خمسات. هتلاقي السعر تقريبا من الخمس ثواني ال10 ثواني ب$5، يعني دقيقه الفيديو حوالي هتطلع ب$30 تقريبا. في حين بقى لو عملنا سيرش عشان بالانجلش وكده وكتبنا نفس الكلام تقريبا دقيقه الموشن جرافيك، هتلاقي بالانجلش بيقول لك ان سعر دقيقه الموشن جرافيك من 2000 ل 3500 حاجه كده في الرينج ده. لحظه، ده كمان ممكن يوصل ل 4500 واكتر. $4500 بتكلم على السعر بالدولار. لو حطيت حاجه مثلا 3D او في ريجنج الشخصيه بتتحرك ايديها رجليها كده، طبعا اسعار دي عند الاجانب مش عندنا والله، وانا اتمنى ان احنا نوصل يوما ما للسعر ده يعني. فنرجع تاني نقول الاسعار دي طبعا مش موجوده هنا في مصر. تقريبا الرينج في مصر بيبقى ممكن من 30 ل $1000 على حسب ما انا عارف يعني. طيب ايه الفرق بين الدقيقه ام $30 والدقيقه ام $1000؟ او انت هتاخد ايه لو اشتريت دقيقه ب$30، وامتى تشتري الدقيقه اللي ب$30 وامتى تشتري الدقيقه اللي ب$1000؟ قسمت الموشن ل3 انواع عشان تعرف الفرق بين السعر ده والسعر ده والسعر ده. النوع الاول او اللي هنقول عليه فول كاستمايزد او هنستعين بصديقنا جوجل. fully customized او اللي بالكامل، او نقدر نسميه بالعربي كده النوع المخصوص. يا حسبي الله ونعم الوكيل يا جدعان والله. فاتورة الكهرباء جت 575 جنيه، فاتحين مصنع. طيب احنا وقفنا فين؟ احنا وقفنا عند ان النوع الاول اسمه فولي كاستمايزد او اللي هنسميه النوع المخصوص. ده كل حاجه فيه بتبقى مخصوصه، من اول الستوري بورد، السكريبت، الشخصيات اللي بتترسم، الالوان بتاعه الفيديو، الايقونات اللي في الفيديو، الباك جراوندز حتى اللي بتكون موجوده في الفيديو، كل ده بتبقى حاجه خصوصي ليك. يعني كل حاجه المصمم هيخيرك فيها مصنوعه مخصوص ليك. مستحيل تشوف العناصر دي او الشخصيات دي متكرره في اي فيديو تاني في الدنيا، لان هي مرسومه ليك انت، لشركتك انت، لبزنسك انت. دي حاجه خاصه بيك انت بس. وبالتالي ورقه وقلم اكتبي معايا ست الكل. هنحتاج فويس اوفر شاطر، مصمم موشن شاطر او انيميتور شاطر، رسام الستريشن شاطر، وهنحتاج سكريبت رايتر شاطر. وهنضرب كل دول في الخلاط هيطلع لنا fully customized منتج الفيديو الفولي كاستمايزد. انا بتزاول كل شويه ابص هنا والمفروض ابص هنا، ببص الناحيه دي وانا المفروض ابص الناحيه. كمان هتحتاج تقريبا من 6 اللي ممكن في حدود 14 يوم تقريبا او 12 يوم ممكن، ده لو ما كانش اكتر من كده، عشان تستلم الفيديو المخصوص بتاعك اللي هو الفولي كاستمايزد.
وبالتالي ده هيكون اغلى سعر من كل اسعار الموشن. ده اللي فعلا ممكن تلاقيه ب4 و5000 دولار بره، وممكن يوصل هنا ل1000 دولار او اكتر كمان في مصر. بس في مقابل الفلوس دي انت بتحصل على قطعه فنيه مميزه، فيديو مميز جدا لعلامتك التجاريه، حاجه مش هتلاقيها متكرره في اي فيديو تاني في الدنيا كلها. مهما لفيت وشفت ودرت مش هتلاقي فيديو زي ده، لان دي حاجه معموله مخصوص ليك. الفكره بقى ان هنا كل ما تزود تفاصيل اكتر كل ما السعر بتاعك هيتغير، هيزيد او هيقل. يعني مثلا لو خليت فيه شخصيه او كاركترز بتتحرك في الفيديو بتاعك السعر هيزيد. كل ما تخلي الحركه معقده او صعبه السعر هيزيد. كل ما الشخصيه بتاعتك مشترط فيها ان يكون فيها صفات معينه، لابس غطره وعجال وشخصيه خليجيه مثلا، السعر هيزيد. لو طالب شغل معين او ستايل معين زي مثلا فريم باي فريم السعر هيزيد. ولو هيزيد وهيزيد وهيزيد وهيزيد. هو ده اللي بيخلي نفس سعر الدقيقه لنفس العميل مع تغيير بس الفكره. مجرد ما غيرت الفكره، غيرت صعوبه الفكره، السعر بتاعها بيتغير. فغلط جدا ان انا اقول لك ان 10 ثواني ب5 دولار والخمس ثواني ب7 وربع والجو ده. طيب النوع ده سعره غالي لان عدد الناس اللي شغاله فيه مش كتير. ده اقل عدد من الجرافيك ديزاينر، هم المميزين قوي، شغلهم فعلا مميز قوي. لازم تكون اشتغلت وعندك خبره سنين عشان تقدر تعمل النوع ده. شغله وستايله زي ما قلنا بيكون مميز ومش شبه اي حد تاني. في هنا في مصر تقريبا 4 أو 5 افراد، انا فاكر منهم صهيب الدسوقي، سلمان انور، والناس دي شغلها مميز فعلا وما بشوفش زيه كتير. يعني مجرد ما اشوف الشغل انا بعرف ان ده هو اللي عمل الفيديو ده، بالذات سلمان انور عشان رسمه مميز. يعني بيرسم على الفوتوشوب يا جماعه، انا برسم على الفوتوشوب، كنت عملت فيديو قبل كده كنت بتكلم عن الموضوع ده. طيب النوع الثاني معانا هو الفيديو النص مخصوص، او ممكن نقول عليه هاف كاستمايزد. الفيديو النص مخصوص ده يعني ده فيديو ممكن تكون فيه مستخدم عناصر وشخصيات بس مش الديزاينر اللي رسمها، ممكن حد تاني رسمها له، حد مثلا رسام زي الطريقه الاولانيه، او ممكن يكون حتى جايبها من اي مكان تاني. طيب الفكره ليه بنقول هاف كاستمايزد او نص مخصوص مش مخصوص قوي؟ يعني هنا بالفعل انت ممكن ما تبقاش انت اللي راسم او حد تاني راسم لك، بس انت هنا حاولت على قد ما تقدر ان انت تخلي الشغل شكله كانه مخصوص. يعني تظبط الالوان البراند بتاعك، بتظبط الشخصيه للشكل اللي العميل عايزه. يعني بتشتغل بتعدل على اللون، على الحركه، على الملابس، على شكل الشخصيه، على شكل العناصر، على الوان العناصر. كل ده عشان يكون متناسب مع البيزنس او الشغل اللي انت بتعلن عنه او اللي المصمم بيعلن لك عليه كعميل. دي بتكون محتاجه مصمم عنده خبره مش قليله. يعني تقريبا ممكن نقول عليه ان هو متوسط في الموشن جرافيك. ده عمل هيكون مميز بالنسبه لاصحاب البيزنس الصغير والمتوسط، هيكون مميز، مش هتشوف حاجات شبهه كتير. لو شفت حاجات شبهه هتلاقي فيه تغير في الالوان، تغير في الحركات، تغير في الاشكال شويه. وده اللي بيفرق مصمم عن مصمم، لان المصمم بيتعب على الحاجه دي وبيحاول يخليها فعلا شبه مخصوصه للمنتج او شبه مخصوصه للشركه. ده ممكن ياخد من 4 ل 6 ايام تقريبا على حسب المصمم، وممكن سعره يبتدي من 60 70 80 100 دولار وانت طالع. مش هيوصل لل1000 اكيد، بس يعني من 100 دولار وانت طالع ممكن نقول. هو ده النوع اللي غالبا انا بشتغل عليه، لان انا ما عنديش جرافيك تابلت، مش بعرف ارسم كويس قوي، يعني مش رسام. بحاول والله اطور الموضوع ده ان شاء الله اتطور فيه، بس ده النوع اللي انا بشتغل فيه، اللي هو نص كاستمايزد، نص يعني. واخيرا النوع الثالث والاخير اللي الدقيقه منه ممكن تلاقيها ب10 جنيه، ب5 جنيه، ب30 دولار، ب20 دولار، ب25 دولار، وكل الحاجات دي مش حاجه تعيبه خالص يا جماعه. انا اول ما ابتديت اول فيديو ليا عملته تقريبا كان ب15 دولار الدقيقه، وبعدين خليته 30 دولار الدقيقه، اللي هو انا كده غليت يعني. فده اللي اول ما بيبتدي من الديزاينر، وده اللي عامل لنا المشكله الصراحه، بيبتدي بالنوع الثالث ده اللي هو ب30 وب25. انا ليه بنصح ان انت ما تشتريش النوع ده؟ هقول لك ليه دلوقتي. في النوع ده بريح دماغي، ببقى مش عارف قوي تفاصيل او مش عارف قوي ازاي ادي الحركه، فممكن استخدم تمبلتس جاهزه عشان اخد منها الحركه، ممكن استخدم بلوجنز، استخدم سكريبتات جاهزه، فبتبقى الحركات مكرره وشبه حركات كتير انت شفتها قبل كده. يعني هتلاقي فيديوهات كتير قوي مكرره شبه بعض، فيها حتى نفس الاشخاص بنفس اللبس بنفس الالوان بتاعه اللبس بنفس كل حاجه، مفيش اي حاجه مميزه في النوع ده. انا اول ما ابتديت انا فعلا كنت بعمل الحاجه دي، مش هنكر. حتى الان انا كنت بنزل في القناه سكريبتات وبلوجنز وحاجات تساعدك يعني ان انت تخلي الشغل حلو، بس ده للناس اللي لسه مبتدئه يا جماعه. الناس اللي مثلا فاتح قناه يوتيوب وعايز هو يعمل المونتاج لنفسه، حد لسه بيحاول يظبط، مش شغال، مش بتعمل شغل الناس بفلوس. لو هتعمل شغل الناس بفلوس اتعلم وزود زود زود، وخلي الحاجات دي مساعده طفيفه قوي على جنب، لان دي بتخلي كل شغلك شبه بعضه. لو استخدمتها كتير بتخلي كل الشغل شبه بعضه، كل شغل الناس اللي في السوق بيبقى شبه بعضه، فهتلاقي السعر قليل، وهتلاقي الايام برضو ممكن ياخد من 3 ل 4 ايام، 5 ايام او حتى اسبوع. هتلاقي المصمم بيريح دماغه، بيستخدم سكريبتات وحاجات جاهزه، حركات كلها متكرره هتشوفها في 1000 فيديو تاني غير الفيديو اللي انت بتعمله. يعني هتلاقي من الاخر الفيديو بتاعك فيه شبهه كتير في السوق، فيه زيه كتير منافسين عاملين نفس الحاجه.
فعزيزي العميل، لو عايز فيديو ب 25 وب 30 دولار هتلاقي، اكيد مش عيب، بس اعرف ان انت في المقابل هتاخد حاجه مش مميزه، حاجه متكرره في كل حته تقريبا، شغل معتمد على بلوجنز واضافات مجانيه او مدفوعه يعني عادي، يعني من الاخر حاجه ما فيهاش ريحه الابتكار، ما فيهاش ريحه التصميم اصلا. لحظه واحده كده. فاديك عرفت الثلاث انواع واللي بيميزهم وتقريبا اسعارهم، وكده انا مطمن ان انت هتعرف تختار الحاجه اللي تناسب فعلا شغلك او البيزنس بتاعك، سواء كان متوسط او صغير لسه بادئ او كبير. عزيزي العميل، ودلوقتي قبل ما تطلب انت هتكون عارف انت عايز ايه بالظبط. هل فكرتك دي حاجه سبيشال، حاجه مميزه فعلا، حاجه تستحق ان انت تعمل فيديو ليها ب 1000 دولار او اكتر؟ عزيزي العميل، لازم وانت بتطلب من الديزاينر تبقى عارف كويس الفكره بتاعتك عباره عن ايه وتعرف تشرحها له، او على الاقل يبقى عندك حاجه زي ريفرنس. عزيزي العميل، يدينا فيديو يقول لنا انا يا جماعه عايز شغل شبه كده، او حاجه شبه الستايل بتاع التحريك او الرسم ده، فبالتالي ساعتها انا اعرف ايه اللي في دماغك وهقول لك اذا كنت اقدر انا اعمل الحاجه دي ولا لا. لسه عميل جاي لي من كام يوم واداني شغل يبان انه سهل جدا، بس انا ما بعرفش اعمل الحاجه دي لان هي محتاجه جرافيك تابلت وحد يرسم شخصيه بالايد يعني، وانا مش بعرف اعمل كده، وبالتالي اعتذرت له عن العمل ورشحت له حد تاني يقدر يعمل الشغل ده. فلازم تبقى انت كعميل وانت بتطلب عارف هل هيقدر الشخص ينفذ اللي في دماغك ولا لا. زي ما قلنا كمان ان السعر بيزيد على حسب تعقيد الفكره في دماغك، هل الفكره معقده ولا لا. كل ما كانت الفكره معقده كل ما كان السعر اغلى. بمعنى مثلا انت لو طالب فيديو 10 ثواني او 5 ثواني او 15 ثانيه للسناب شات، بس طالبه بس تكست، حركات تكست خفيفه وكده، هتلاقي ان الشغل ده سعره مش زي مثلا لو في ال 15 ثانيه عايز لعيب كوره بيجري وبيشوط حاجه كده لكاس العالم مثلا، سعر اللعيب اللي بيجري وبيشوط لان طريقه عمله اصعب هتلاقي سعره اغلى، مش ناس كتير تقدر تعمله فهتلاقي سعره اغلى. كمان حاجه بتفرق مع السعر، لو انت مستعجل وعايز تستلم الشغل اسرع من الوقت اللي تقريبا انا قلته ده، او على حسب الاشخاص يعني، انا تقريبا بسلم الشغل في حدود 4 ايام او 5 ايام. لو كان الامر امري كان في شيء بيدي كنت اشتري لك جديد. لو مفيش معلق صوتي، او لو المعلق الصوتي مش معايا. لو المعلق الصوتي معايا تقريبا الموضوع بياخد له 7 ايام، عشان خاطر المعلق بياخد يومين على ما يسجل ويبقى تمام العميل موافق على الصوت اللي اتسجل ده فعلا. فلو انت مستعجل بالتالي المعلق هيكون عايز فلوس اكتر مني، المعلق الصوتي هيعوز فلوس اكتر مني. لو انا مش شغال مع معلق صوتي وانت مستعجل عليا انا عشان احرك بسرعه، اكيد هاخد فلوس اكتر لان انا هعطل شغل ناس تانية عشان اعمل الشغل بتاعك. فالاستعجال لو في مناسبه مثلا تكون طلبت من بدري شويه، تكون مجهز نفسك وعارف الفكره عباره عن ايه وتطلب من بدري شويه. فكل الحاجات دي بتفرق في السعر، خبره المصمم نفسه بتفرق في السعر، طريقه رسم المصمم بتفرق في السعر. هل الشخص واحد بس بيعمل كل الحاجات دي؟ يعني مثلا صهيب هو بيرسم لنفسه وبيحرك بنفسه وممكن يعلق هو بصوته لان صوته كويس فعلا في الفيديوهات، فهو ممكن يعمل 3 حاجات كلها. هل ده يقلل من سعره؟ لا بالعكس، ده يزود، لان الراجل اتعلم حاجات اكتر، اتعلم حاجات تميزه اكتر في شغله وقدر ان هو يعمل كل الحاجات دي مع بعض. ممكن يقلل في وقت الشغل بس ده ما يقللش خالص من السعر بتاعه. فعشان كده انا ضد ان انا اقول لك سعر ثابت للدقيقه وزي خمسات وزي فايفر وزي الحاجات دي، ان انا مثلا اقول لك ب5 دولار ال5 ثواني، يعني الثانيه بدولار، او مثلا الثانيه ب5 دولار. ليه؟ لان انت ممكن تجيب لي فكره معقده جدا فيبقى حرام عليك ان انت تحاسبني 5 ثواني بدولار مثلا، فاهمني؟ والعكس صحيح، يعني انت لا تظلمني ولا انا اظلمك. بمعنى ما ينفعش ان اديك سعر ثابت لان انت ممكن تجيب لي فكره معقده وممكن تجيب لي فكره سهله، فيبقى الشغل سهل بالنسبه لي، فاخد منك فلوس كتير على شغل سهل. ليه؟ حرام. وبس كده لحد دلوقتي انا نهيت كلامي مع العميل. ممكن دلوقتي اكلم الناس اللي زي المصممين. عزيزي المصمم، بص انا غلطت نفس الغلطه المنيله بنيله دي قللت السعر اول ما ابتديت عشان خاطر يجي لي شغل، وبعدها العملاء كلها اللي جات لي كان محصور شغلها في الجنب ده، الجنب الضعيف من الشغل او السعر ده. لقيت نفسي مش بتطور، لقيت نفسي مش عارف اغلي سعري لاني مجرد ما غليت حاجه بسيطه قوي، ايه ده انت بتغلي؟ خلاص مش هنشتغل معاك، هنشوف حد تاني. فالعميل ما بيبقاش فاهم قوي التفاصيل بتاعه الشغل. فنصيحه، ما تقللش سعرك لان انت بتضرنا وبتضر نفسك وبتضر كل المصممين اللي حواليك، بتضر الصناعه عموما. طيب يا عم انا مش لاقي شغل، اعمل ايه يعني؟ طيب انا مش هكدب عليك، انا حاليا في وقت تصوير الفيديو ده انا كمان عندي مشاكل ومش لاقي شغل. انا حاليا قاعد في البيت مش لاقي شغل، بحاول ان انا ادور على شغل في مواقع من اللي انا قلت ان هي وحشه زي فايفر وخمسات وغيره. انا مسجل فعلا في المواقع دي وبحاول ان انا الاقي شغل. يعني ربنا اللي يعلم، كلنا علينا التزامات وكلنا علينا حاجات المفروض ان احنا ندفعها. فهقول لك رجاء شخصي، لو مثلا انت عايز تقلل السعر ما تكتبش السعر مثلا سعر كذا ثواني بكذا دولار، عشان قيمه شغلك وتعبك ومجهودك ما يروحوش على الفاضي. ممكن مثلا تلعبها بذكاء شويه، تقول ان انت عامل خصم. يعني مثلا ممكن يكون واحد شغال الدقيقه ب 60 دولار وعايز مش لاقي شغل فعايز يقلل السعر، يعمل ايه في الحاله اللي زي كده؟ قول مثلا ان حاليا عندك خصم 50%، بس العميل هيجي عارف ان انت سعرك 60 مثلا او 100 دولار وعامل له خصم 50% في الوقت ده،
فهيبقى السعر $50 في الوقت ده، عشان بعد كده لما تغلي عليه ما يقولش ان انت طماع او جشع. انت قيمه شغلك فعلا $100 بس انت حاليا عامل خصم. او ممكن تفضل تشتغل $100 بس تديله مثلا وقت زياده، هتقول له والله انا هديك 10 ثواني زياده، 15 ثانيه زياده على الدقيقه بتاعتك. او تديله حاجه هديه، مثلا تقول له والله انا هحرك لك اللوجو بتاعك، هعمل لك انترو واوترو في الفيديو ده ببلاش طبعا مجانا. او مثلا تقول له ان التعليق الصوتي عليك في الفيديو مثلا. او ممكن تقلل من المقدم اللي بتاخده قبل ما تشتغل. ايه، ما بتاخدش مقدم؟ دي حاجه ليها فيديو تاني ان شاء الله بعمله. بس انا واثق فيك ان انت ذكي وهتلاقي فعلا الحل اللي يناسب الحاله بتاعتك. وربنا يرزقنا جميعا كده ويوسع ارزاقنا ان شاء الله، سواء كنت مصمم جرافيك او صاحب شغل او بزنس، ربنا يوسع ارزاقكم جميعا. بس بتمنى لك كل خير وصحه وسعاده. واسف جدا ان انا طولت عليكم. قولوا لي لو الشكل ده عاجبكم، لان انا ده اول مره اجرب ان انا اصور بالشكل ده يعني. بحاول اطور شويه من الشغل، فيا رب يبقى عجبكم كده. ده كل حاجه عندي، انا اسف ان انا طولت عليكم. سلام وشكرا ليك.